كل الاوراق. المسابقه اللي بيحاسبوا لاعبك عليها مسابقه 2014 ولا 2015؟ هو المفترض ان المسابقه خلاص خلصت، بتاعت 2014 2015 خلاص خلصت. يعني ده كاس مصر 2015 2016؟ والله ما انا عارف الاتحاد بتاعنا عايز هو كاس مصر في سنه كام، الله اعلم. الله الله، مين اللي انت بتسال مين صلاح؟ مين اللي هيديك المعلومه يا عم؟ اذا كان لاعبين جوه الاتحاد مش فاهمين المعلومه يا عصام. انا قلت يمكن معاه ورقه، يمكن معاه ورقه يا معلم. يا عم معاه ايه يا عم؟ هو يا عم المفروض الاطراف كلها تتعاقب، كل الاطراف تتعاقب. في مشكله على اللي انا عارفه واللي انا بشوفه العك ده. كل الاطراف تتعاقب، نادي الزمالك يتعاقب والنادي الاهلي يتعاقب واللاعب يتعاقب ووكيل اللاعبين يتعاقب. ليه يا كابتن مجدي؟ ليه اللاعب يتعاقب ليه؟ لا ما عملتش حاجه غلط يا كابتن مجدي. يا سيدي الفاضل انت اسمع الصلاح، اسمع ورد. اسمع اتفضل. اسمع انا في الاخر يا كابتن. انا لما عماد النحاس مضى لعيب في الجونه وبتروجيت عاقبته ودفعته ووقفته ودفعته 150,000 جنيه. حصل الله. تامر النحاس، لان انت مسؤول عن ان لاعبك ده لازم يبقى في ايدك ضمه 100%، ما تبقاش العمليه بتمضيه عمال تمضيه في كل حته. يا كابتن بص يا كابتن، انت بتهاجمني ليه وانت ما تعرفش موقفي؟ انا بسمع حضرتك للاخر يا عم صح كده ابو صلاح، صح كده ابو صلاح. يا عم انا ما بعملش. يا عم اشلي كول قاعد في كافيه مع نادي تاني وهو ماضي مع النادي بتاعه، عاجبه كل الاطراف يا عم. يا عم مش انا اللي بخترع الكلام ده يا كابتن. الراجل انا بسمع حضرتك يا كابتن، بقول لك الراجل بيقول لحضرتك، الراجل يا كابتن مجدي بيقول لحضرتك كمل كل الكلام وعنده حاجات عايز يقولها يعني. اتفضل يا كابتن. يا ريس هو يقول انا عايز اخلص اللي عندي وهو يقول لك كل اللي هو عايزه. هو يا كابتن الراجل بيقول لك انا سامعك للاخر ما علقش اصلا. انا بص يا ريس، اتفضل. دي مشكله. دي بقى ايه؟ ده المفروض المصلحه العامه ان الكل يجي القرار بقى يطلع لصالح الزمالك، يطلع لصالح الاهلي، يطلع ضد الزمالك، يطلع هيبقى فيه راي عام وخبراء قعدوا اتكلموا، مش طرف واحد اللي بيتكلم. ده كلام مهم قوي يا كابتن اللي حضرتك بتقوله، واجمل ما فيه انك بتقول نبقى شبه الدنيا بحالها. اخيرا بقى